امبارح اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب لاتخاذ بعض القرارات، كان منها إصرارهم على عدم لعب مباراة النادي الأهلي. وهنا أنا بوجه رسالة لكولر واللعيبة، يا ريت ما تريحوش وتحطوا في اعتباركم إن الماتش ممكن يتلعب وممكن تكون القصة دي كلها حركة ويتراجعوا. ده بالنسبة للقرار الأولاني. القرار الثاني إن هم قرروا إن هم يشتكوا رابطة الأندية والاتحاد المصري للفيفا فيما يخص ترتيب المباريات وجدول مباريات الدوري والتنظيم بتاع البطوله. طبعا شفنا ردود الافعال بتاعت جماهير نادي الزمالك وفرحه ما بعضها فرحه، وثوره تصحيح للرياضه المصريه والله عليك يا اسد، وهو ده الكلام. وشفنا تعليقات وفرحه ما بعضها فرحه. لما جيت في فيديو قبل كده قلت يا جماعه ان مجلس اداره نادي الزمالك بياخد قرارات غير مدروسه، الناس زعلت مني. طيب خدوها من واحد مش دارس لوائح ولا هي دي شغلته. الزمالك لو اشتكى الاتحاد المصري ورابطه الانديه فيما يخص ترتيب المباريات في الدوري او تنظيم البطوله، هيترد عليهم بكلمه واحده بس، ان ده شأن داخلي. لان الفيفا ما بيتدخلش في تنظيم البطولات الاهليه، وبيعتبر ان ده شأن داخلي خاص بالاتحادات الاهليه وليس خاصه بيه هو. وبالتالي الشكوى دي مش هتكون ذات اعتبار ولا ليها اي اهميه، وهتطلع في الاخر على فشوش. يا ريت مجلس اداره نادي الزمالك لما يجي يتخذ قرار يبقى يدرس الاول تبعات القرار ده هتبقى ايه، عشان ما يبقاش شكل وحش. زي كده البيان اللي هو عمله خلى هيبقى سواء لعب مباراه النادي الاهلي او ما لعبش مباراه النادي الاهلي، فكلا الحالتين شكلهم وحش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.